التزوير والتدليس والتزييف المستمر للحقائق هي سمة وطبع غلاب على كل من ينتمي للنادي الأهلي من مسؤولين وموظفين وجمهور. الحساب الرسمي للنادي الأهلي عزيزي المشاهد اتفاجئنا بيه منزل بوست بيقول إنها ذكريات لا تنسى، ماشي، ومنزل ان هو بيقول كسب الزمالك بنتيجة 6-0 في مباراة سنة 1925. مش كاتب التشكيلة اللي لعبت الماتش، ولا كاتب اللعيبة اللي سجلت اجوال، ولا كاتب اي حاجة عن المباراة، ولا في اي حاجة. مفيش الا 6-0 اتنين بس حصلوا في تاريخ ديربي ومواجهات الزمالك والاهلي. الزمالك انتصر 6-0 في 1942 و1944، ودي كان سبب من ضمن اسباب ان نادي الزمالك يتحول اسمه من المختلط لنادي فاروق، نادي الملك فاروق اللي اعجب بنادي الزمالك في الفترة ده. لكن انت تطلع تقول يا جماعة انا الفت موقف، يا جماعة انا زيفت حقيقة وبعدين كاتب البجح، كاتب ذكريات لا تنسى من 1925 اول مرة يحتفل بيها وتنزل على البيج بتاعته في 2022 من 100 سنة. قعد 100 سنة نسيها وبقول ذكريات لا تنسى. يا اخي والله البجاحة طابع غلاب وسيمة غلابة على كل جمهور النادي الاهلي الا ما رحم ربي. عفوا، لا يمكنك تزوير ولا تزييف الحقائق. نادي اشمعنا في كل حاجة. والله الاهلي ده نادي اشمعنا يا جماعة. دمتم بخير يا مدلسين يا مضحكين.